ببطاقة حمراء تاريخية، أول طرد في كأس العالم 2022. أشهر حكم مباراة ويلز وإيران ظهر يوم الجمعة أول بطاقة حمراء في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر. وحقق منتخب إيران فوزا قاتلا على نظيره الويلزي بثنائية نظيفة في افتتاح منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2022، بعدما حكم التعادل السلبي على الوقت الأصلي. وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة ب3 دقائق اضطر منتخب ويلز للعب ب10 لاعبين فقط، مما كلفهم الهزيمة القاتلة في اللحظات الأخيرة على يد إيران، بعدما أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه الحارس واين هينيسي إثر تدخله العنيف بالقدم على أحد منافسيه. وقد دخل واين هينيسي تاريخ كأس العالم بعد أن أصبح ثالث حارس مرمى يحصل على بطاقة حمراء في المونديال.